انا مش هقولك ان الراجل ده كان قلبه ميت، انا هقولك انه اتصل بوزير الداخليه حبيب العدلي في مكتبه وشتمه وقفل في وشه السكه. نوفل سعد الدين، احنا مش بنتكلم عن مجرم عادي، احنا بنتكلم عن خط الصعيد، وده تقريبا اخر خط نعرفه. وفي البدايه بس احب اوضح لك ان لقب خط الصعيد ده مش بتاع شخصيه واحده، انت اكيد سمعته كتير بيتردد قدامك في حكايات اكتر من مجرم في اكتر من زمن، لان كلمه خط دي في الصعيد بتطلق على السفاح، وخصوصا لما بيدخل في تحدي مباشر مع الحكومه، يعني سفاحه بيقول انا سفاح واللي يعرف يمسكني يمسكني، فبياخد لقب خط. نوفل كان شاب منتمي لأسرة غنية في نجع حمادي محافظة قنا، وكانت عيلته بترجع لهوارة الصعيد، يعني عزوة وفلوس، والحاجتين دول تحديدا لما بيتوفروا عند عيلة من عائلات الصعيد بتنزل معاهم صفة ثالثة وهي السطوة. علشان كده نوفل بدأ مسيرته مع الداخلية صديق مش عدو، وكان بيساعدهم في حربهم على الهجمات التكفيرية اللي هجمتهم كترت قوي في الثمانينات والتسعينات تحديدا، لكن الداخلية قدرت تسيطر على حركة الإرهاب دي وتقريبا طهرت الصعيد منهم. علشان كده خلال الفترة دي كان في بؤر جديدة إجرامية بتتكون، نشاطها بقى كان تجارة سلاح وزراعة أفيون وغيره. إيه بقى علاقة نوفل سعد الدين بالكلام ده؟ عائلة نوفل كان عليهم طار لعيلة تانية، وتخيل إنهم فضلوا ساكتين عن طارهم ده أكتر من 30 سنة، بس في يوم كده قرروا ياخدوه، فقتلوا أبو نوفل قدام اسم الشرطة، وما كانش طار عادي، ده كان طار كومبو، راح فيه أبو نوفل وأخوه وعمه، ودي كانت أول مرة يبتدي يشيل فيها السلاح ويستخدمه في القتل، مش في الأفراح يعني. المهم بقى نوفل لما شال السلاح عمل بيه إيه؟ نوفل كان لسه شاب صغير في الوقت ده، خد في إيده 6 من ولاد عمه كلهم مسلحين، وصفوا أي بني آدم ليه علاقة بقتل أهلهم، اللي ضرب واللي خطط واللي شارك برأيه، عملوا مذبحة. ومن يومها بقى نوفل وهو كبير العيلة بتاعته وبدأ مشواره الإجرامي. تقدر تقول إن من اللحظة اللي أخد فيها طار عيلته ومحدش ملا عينيه ولا حد عرف يلمه، لدرجة إنه قتل ابن أخوه اللي كان عمره 18 سنة عشان اتجرأ وراح يطالبه بورثه من أبوه، وأنشأ نوفل الإمبراطورية بتاعته، زرع 4200 متر من أرضه أفيون، وبنى في وسطهم البيت بتاعه اللي كان أشبه بقلعة حربية حصينة محدش يقدر يدخلها. حسب كلام نوفل في التحقيقات قالوا إنه تعاونوا مع الداخلية في أكتر من عملية، وقتل بإيده إرهابيين كتير وسلم الشرطة إرهابيين أكتر، لكن ده طبعا كلامه وملوش مصدر تاني غيره هو شخصيا. نوفل رغم إنه كان سفاح وقتال قتلة، لكن برضه كان جواه صعيدي طيوب. كان في واحد اسمه راشد حسين من كبار عيلة هنداوي اللي كان في بينها وبين عيلة نوفل طار قديم، وفي الوقت ده كان في هدنة بين العيلتين بعد وساطة وتدخل من وزير الثقافة في الوقت ده. نوفل عزم راشد في بيته على الغداء وقام معاه بالواجب وزيادة، وبعد ما أكرمه ضربه بالرصاص ورمى جدته في المصرف بكل هدوء. مرة تانية كان عامل وليمة ل4 رجالة من عيلة تانية، وكانت عيلة بينها وبينه مشاكل برضه، وانتوا طبعا عارفين هو أصلا بتاع مشاكل، بس الحق يتقال نوفل كان بيفهم في الأصول، لأن الناس كانت في بيته فما ينفعش يعمل معاهم غير الواجب. الناس دخلت البيت لقيت نوفل بيقابلهم مقابلة في منتهى الترحيب، ونورتونا وشرفتونا، وكان ذابح الذبايح وعامل وليمة بالمعنى الحرفي. قعدوا ياكلوا وهو وسطهم، يحط اللحمة بإيده قدامهم لحد ما شبعوا. نوفل دخل عليهم بالفاكهة، وبعد الفاكهة الشاي بقى والشيشة واللازم منه، ما حرمش ضيوفه من أي حاجة، كان ناقص يجيب لهم الحلاق بتاعه يحلق لهم. طب أقول لك، هو فعلا جاب لهم الحلاق بتاعه حلق لهم وروق الرجالة ودخلهم الحمام، أخدوا عنده دش كمان، كرم ضيافة مفيش بعده بصراحة. وصل الناس لحد باب البيت وسلم عليهم وهم خارجين، وأول ما مشوا في الشارع مسك بندقيته وفتح عليهم الرصاص، وأمر رجالته يشيلوا الجثث ويرموها في الترع. هتقولي هو كان غاوي يرمي جثث الناس في الترع والمصارف؟ هقولك لا بصراحة، الراجل كان عنده تنوع في الحتة دي، في جثث كتير دفنها في جنينة البيت بتاعه. نوفل ما كانش بيقتل اللي يعديه، نوفل كان بيقتل اللي يعارضه، أي حد بيختلف معاه في أي حاجة كان بيديله كارت أحمر من الحياة كلها، ووصل عدد ضحاياه ل 150 شخص، والعدد ده بيشمل اللي قتلهم بإيده واللي أمر بقتلهم. لكن رغم كل ده كان عنده جوانب كويسة، كان باني جامع في القرية وفصل المحو الأمية وتعليم الكبار، ده غير انه كان بيساعد اي حد محتاج وبيقف جنب ولاد بلده في ازماتهم، فما تقدرش تحدد بصراحة هو كان حلو ولا وحش.
انت هتفكر بجد ولا ايه؟ بقول لك سفاح. كان وحش طبعا. مهما عمل حاجات كويسه مفيش حاجه هتبرر الجرائم اللي عملها دي. نوفل اتحدى الداخليه تحدي صريح، واللي كان بيقرب من بيته كان بيموت. كان محول بيته لترسانه اسلحه وعنده رجاله ملهاش عدد، ده غير طبعا الرهاين اللي كان بياخدهم عشان يستخدمهم كدروع بشريه. وحتى لما الشرطه نجحت في اقتحام البيت كان نوفل هرب، ويقال انه كلم وزير الداخليه في مكتبه وقال له كلام وحش جدا، وده زود من اصرار اللواء حبيب العدلي انه هيجيب نوفل حي او ميت. في يوم جت اخباريه للشرطه ان نوفل هربان في قريه من قرى الصعيد البعيده وانه متصاب وكان بيدور على دكتور يعالجه. راحت الشرطه وحصرت المكان اللي كان مستخبي فيه، وفي البدايه بداوا يتفاوضوا مع ناس من كبار البلد ان هم يقنعوه يسلم نفسه بدون مقاومه، لكن هو كان مقرر انه هينهي حياته زي ما بداها وهيكتب نهايته بالرصاص، مش الرصاص اللي بنكتب بيه، التاني اللي بنقتل بيه. واستمر نوفل في مقاومه قوات الامن لمده يومين كاملين لحد ما اتقتل اثناء الاشتباكات هو وعدد من رجالته. وانتهت بالشكل ده اسطوره اخر خط للصعيد. لكن بعد سنين من موته ظهر احمد ابنه على الساحه. ما تخافش، هو ما كانش مجرم زي ابوه، هو حاول يحسن صوره ابوه. وفي يوم لما صحفي سأل أحمد نوفل إيه رأيك في اللي بيقولوا إن أبوك كان مجرم؟ قال له ما تقولش عليه مجرم، الأسفلت اللي أنت واقف عليه هو اللي عامله، ولو كترت هدفنك تحته. صحيح اللي خلف ما ماتش.